السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه وايه الاخبار؟ يا رب تبقوا كويسين. تخيلي كده انك تبقي بتدوري على مربيه لاولادك وفجاه يجيلك شاب وسيم ويقنعك انه هيقدر يشتغل مربيه، ومع الوقت بتكتشف انه ناجح جدا في شغله، ولكن بيصدمك انه وراه سر كبير. ده موضوع مسلسلنا النهارده، جليسه الاطفال، وده مسلسل مكسيكي انتاج 2023، وبنتمنى ان الملخص يعجبكم. وبنفكركم انكم لو عايزين نلخص اي افلام او مسلسلات ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات او تدخلوا جروب محمد طاهر فانز وتطلبوا اللي انتوا عايزينه، وهتلاقوا اللينك في الديسكريبشن، وربنا يخلينا ليه. يلا بينا. بيبدأ المسلسل مع خيمينة اللي بتشتغل في شركة ليموس المتخصصة في القروض، وبنعرف انها بتنافس ابن عمها روخيليو على منصب المدير التنفيذي للشركة بعد قرار تقاعد والدها ارنستو. وكمان بنعرف ان خيمينة ام ل3 اطفال بتربيهم لوحدها بعد ما جوزها سابها وسافر مع حبيبته، وبتحاول خيمينة طول الوقت توفق بين شغلها وتربية الأولاد، وبتصارع الزمن عشان تلاقي جليسة أطفال تهتم بيه وقت شغلها. وبتفشل كل محاولات خيمينة في إقناع أي جليسة أطفال بإنها تكمل شغل مع أولادها لأنهم أشقياء جدا، ودايما بيعملوا مقالب سخيفة في أي مربية بتشتغل معاهم. وبنشوف خيمينة وهي بتكلم بريندا صديقتها وبتطلب منها تأكد على حضور كل أعضاء مجلس إدارة الشركة لحفلة والدها بكرة، فبتطمنها بريندا وبتطلب منها تستعد عشان المنصب الجديد. وبتدخل خيمينة المطبخ وبتتفاجئ إن ابنها الصغير ليو بيحاول يعمل حريقة هناك، فبتنفعل عليه وبتعرفه إن كده ممكن يتسبب ان البيت كله يولع، لكن ليو بيطمنها ان دي مجرد تجربه صغيره. فبتتدخل مارتا الطباخه وبتعرفها ان ليو ما اكلش اي حاجه من اللانش بوكس بتاعه الاسبوع اللي فات غير المعلبات. وفي الوقت ده بتزيد الخناق اللي ما بين سانتي وصوفيا ولادها الكبار، فبتتضايق خيمينة وبتبقى مش عارفه تتصرف ازاي مع شقاوه ولادها، فبتقولها مارتا انها مستحيل تقبل تبقى مربيه اطفال، وبتحذرها انها لو طلبت منها كده هتبقى بتخسر مربيه وطباخه. لكن خيمينة بتطمنها لانها مستحيل تطلب منها تهتم بالاولاد تاني، وده لانها في اخر مره قامت بدور المربيه نسيت تجيب صوفيا من المدرسه وليو هرب منها. وفي الوقت ده بيرن جرس الباب، فبتطمن خيمينة لان المربيه الجديده اللي بعتتها لهم رومينا المربيه القديمه اخيرا وصلت. ولما بتفتح الباب بتتفاجئ بوجود شاب كاوبوي وبتفتكر انه الجنايني، لكن بيعرفها انه جابي اللي بعتته رومينا. وبيدخل جابي وبيحاول يقنع خيمينة انها تثق فيه، وده لانه شارك في تربيه ولاد اخواته وعنده خبره كفايه، وبيطمنها اكتر ان مفيش حاجه مستحيله طول ما حبل الصيد موجود. فبتقول له حفل صيد؟ الله يخرب بيتك، انت بتربط الاطفال. فبيأكد لها انه فعلا بيعمل كده وبيرميهم في بير لو تطلب الامر. فبتتدخل مارتا وبتبقى شايفه ان دي فكره عظيمه، لكن ليو بيحذرها لانه بيخاف من الاماكن المغلقه. وبتاكد خيمينة لجابي انها مستحيل تسيب ولادها مع شخص زيه، فبيعرفها ليو انها كانت هتسيبهم عادي مع المربيات ال5 اللي هربوا، لكن خيمينة بتطلب منه انه يسكت لان ده ملوش علاقه بالموضوع. وبتعرف جابي انها مش هتقبل بوجود راجل غريب في بيتها لانها خايفه على صورتها قدام صحابها، فبتاكد لها مارتا ان كل اصحابها اصلا بيتكلموا عليها. وفي اللحظه دي بتتدخل صوفيا وبتشتكي لوالدتها لان سانتي صورها ونشر صورتها على الانستجرام، فبتتضايق خيمينة وبتعرفه انه لازم يحترم خصوصيه الناس اللي حواليه. وبتكمل صوفيا خناقتها معاه وبتعرفه ان ده السبب اللي مخليه لحد دلوقتي مفيش بنت موافقه ترتبط بيه. فبيتدخل جابي وبيطمن سانتي لان عدم ارتباطه معناه انه شخص انتقائي وما بيقبلش يرتبط باي حد وخلاص. فبيفرح سانتي بكلامه وبيبقى شايفه رجل حكيم، فبيعرفه جابي انه هيبقى شهم فعلا لو حذف صورة اخته عشان البنت اللي بيحاول يرتبط بيها ما تفهمش انه شخص وقح. وبيوافق سانتي وبيحذف صورة صوفيا اللي بتشكر جابي على انه اتدخل وحل الموضوع. فبتطلب منهم خيمينة يستعدوا عشان ما يتاخروش على المدرسة. وبعد ما الولاد بيخرجوا بتقرر خيمينة تشكر جابي لانه ساعد ابنها، وبتعرفه انها موافقة على توظيفه لفترة تجريبية. وبتوصل خيمينة للشركة وبتقابل بريندا وبتعرفها انها قابلت روخيليو وقال لها ان الشركة في خطر. فبتستغرب بريندا لانها عارفة ان الشغل في الشركة ماشي كويس بفضل التعاقدات الجديدة اللي قدرت تعملها خيمينة. وفي اللحظة دي بتشوف خيمينة بوست نشره جابي وكاتب فيه انه مستني الاطفال لما يرجعوا من المدرسه، فبتتضايق وبتعرف بريندا انها لازم تلاقي مربيه في اسرع وقت. وبتسالها بريندا عن السبب، فبتعرفها ان ده هو السبب، وبتوريها صوره جابي وبتفهمها ان المربيه القديمه بعتته عشان يهتم بالاطفال. فبيظهر على بريندا انها معجبه بيه وشايفاه شاب وسيم، وبتاكد لها ان الشاب بالوسامه دي يقدر يهتم باي حد، طفل بقى او كبير ايا كان. لكن خيمينة بتعرفها انها متاكده انه هيفشل لانه كان بيربط ولاد اخته في المزرعه، وبتبقى عارفه انه اكيد فشل في اي وظيفه تقدم لها، وعشان كده رومينا بعتته لها. وبعدها بيدخل ارنستو وبتحاول خيمينة تعرف منه هو ناوي يعين مين في منصب المدير التنفيذي، فبيعرفها ان الموضوع ده مفاجاه. فبتساله عن الكلام اللي قاله روخيليو بان الشركه في خطر، فبيطمنها ارنستو ان كل الموضوع هو انه بيحاول يحل الازمه اللي حاصله في صفقه مزرعه كامينوس لانهم مديونين بمبلغ كبير، وبيأكد لها ان مستقبل الشركه متوقف على الفلوس اللي هيسددوها. فبتعرفه خيمينة ان ده مفروض من اختصاصها هي، فبيطلب منها ارنستو انها تهتم بس بكتابه الخطاب اللي هيقوله في الحفله بكره.
وبنرجع وبنشوف جابي وهو قاعد مع سانتي وصوفيا، وبيحكي له سانتي عن البنت اللي بيحبها ومش عارف يلفت نظرها، فبتعرفه صوفيا انه بيحب بنت اسمها تانيا واكبر منه ب3 سنين، وكمان هتيجي الحفله بكره لان والدها بيشتغل مع جدهم. فبيتضايق سانتي لما بيحس انها بتتدخل في خصوصياته، وبيبداوا يتخانقوا كالعاده. فبينصحهم جابي انهم يبقوا متفقين مع بعض اكتر، وبيعرف صوفيا انها لما تبقى عجوزه وقاعده على كرسي متحرك هو اللي هيهتم بيها ويزق الكرسي بتاعها. وبيعرف سانتي انه لازم يحضر الحفله ويبقى ولد شيك جدا عشان تانيا تاخد بالها منه. وبيوصل جابي مع الاطفال لسوق شعبي عشان يشتري لهم هدوم جديده يحضروا بيها الحفله، وبيستغربوا لانهم اكيد مش هيلاقوا هدوم مناسبه ليهم في مكان زي ده. فبيعرفهم انهم هيلاقوا كل حاجه، وكمان هيقابلوا حد نفسهم يقابلوه، وبيفاجئهم بوجود رومينا، وبيفرحوا جدا لما بيشوفوها وبيطلبوا منها ترجع معاهم البيت او حتى تاخدهم معاها. فبتعرفهم رومينا انها مش هتقدر تعمل كده لانها طول الوقت كانت بتتمنى تفتح مشروع خاص بيها وتبيع فيه منتجات مزرعه جابي. فبيستغربوا انه جابي عنده مزرعه، فبيعرفهم انها مزرعه والده وانه مش بيحب يتكلم عنها عشان في مشاكل بينهم وكده. وبيقرب من رومينا وبيهمس لها وبيعرفها انه قلقان لان خيمينا وظفته في فتره تجريبيه. فبتعرفه رومينا انه لازم يحاول ياخد الوظيفه دي عشان يقدر يحافظ على مزرعه والده. وبنفهم ان والد جابي هو ملك مزرعه كامونوس وعليهم دين لشركه ليموس. والصبح بنشوف خيمينا مع بريندا في الحفله، وبيظهر عليها التوتر لانها مستنيه قرار والدها بفارغ الصبر. وفي الوقت ده بتلتفت بريندا وبتشوف جابي، وبتاكد لخيمينا ان شكله في الحقيقه اوسم بكتير من الصور. وبيدخل جابي ومع الاطفال، وبيظهر ان خيمينا مستغربه جدا من الهدوم اللي لابسينها. فبيعرفها سانتي انه بيحاول يسيب انطباع كويس لاي حد بيشوفه. وبتعرفها صوفيا انها جربت تغير شويه وتلبس لون مختلف عن البينك اللي دايما متعوده تلبسه. وبيتدخل ليه وبياكد لها ان دي طريقه لبسه العاديه. وبيوصل ارنستو بيسلم على احفاده، وبيعرفه جابي على نفسه. فبيأكد له ارنستو انه سعيد لان بنته قررت ترتبط براجل يهتم بيها وباولادها وتنسى الشغل شويه. فبتعرفه خيمينا ان جابي مربي الاولاد، وبتأكد له انها مش محتاجه راجل يهتم بيها لانها بتحب شغلها وقدرت توصل الشركه لمستوى جديد ما وصلوش ليه قبل كده. ولما بيمشي بتتضايق خيمينا وبتحس ان والدها هيختار روخيليو لمنصب المدير التنفيذي. ولما بتلاحظ ان ولادها متضايقين بتطمنهم وبتعرفهم ان عدم ثقه والدها فيها مش ذنبهم. وبتبدا الحفله وبيتكلم ارنستو عشان يعلن عن المدير التنفيذي الجديد. وفي الوقت ده بتقرر صوفيا تتدخل وبتتكلم وبتعرف الموجودين ان والدتها هي اكتر ست مجتهده في شغلها وتستحق منصب المدير التنفيذي. فبياخد منها ارنستو المايك وبيعلن ان خيمينا مش هتبقى خليفته في المنصب لانه خلاص اختار روخيليو. وفي اللحظه دي بيستخدم سانتي حبل الصيد اللي دربوا عليه جابي وبيوقع روخيليو على الارض. وبتتكلم صوفيا وبتعرفهم ان مفيش حاجه مستحيله طول ما حبل الصيد موجود. وبيروح ليه وبيشغل رشاشات الميه وبيتسبب في ان كل الموجودين في الحفله يهربوا. وبترجع خيمينا البيت وبتقرر تعاقب ولادها على التصرفات اللي عملوها في الحفله. وبتتكلم مع جابي وبتعرفه انه فشل في الاختبار ومش هينفع لوظيفه المربي لانها محتاجه ست تقدر تهتم بيهم. فبيتضايق جابي وبيعرفها ان والده عايزه يرجع المزرعه عشان هو راجل، وهي والدها عايزه تفضل في البيت عشان تراعي الاولاد. وبيأكد لها ان العالم مستحيل يتغير بالطريقه دي لانه رفض يشتغل في مزرعه والده عشان هو بيحب الاطفال. ولما بتلاحظ خيمينا انه بيبكي ولما بتساله بيعرفها ان الرجاله ما بتبكيش وبيسيبها وبيخرج. وبالليل بتشوف خيمينا اولادها وهم بيودعوا جابي وبيظهر انه بيحبوه جدا، فبتتاثر وبتحس انها اتسرعت في قرارها. والصبح بتوصل خيمينا للشركه وبتقابل والدها وبتعرفه انها جايه تعتذر له عن اللي حصل في الحفله وتعتذر انها مش راجل لانها لو كانت راجل كان وثق فيها واداها المنصب اللي تستحقه. وبتاكد له انه مش من العدل يحرمها من المنصب لانها واحده ست. فبيعرفها والدها انه خايف عليها تكمل عمرها وحيده لان الرجاله بتخاف تقرب من الست الطموحه. فبتاكد له انها مش محتاجه راجل في حياتها وبتعرفه انها جايه عشان تقدم استقالتها وتدور على فرصه شغل تانية. وبترجع خيمينا للبيت وبتلاحظ ان سلوك ولادها اتغير وان سانتي وصوفيا قربوا من بعض وبطلوا خناق. وبتلاحظ ان ليو بيطلب من مارتا تحط له فاكهه في اللانش بوكس بتاعه. وبتعرفها مارتا ان كل ده حصل لان جابي اهتم بيهم يوم واحد بس. وفي الوقت ده بتجيلها رساله من ارنستو وبيعرفها انه قرر يديها فرصه تانية عشان تثبت كفاءتها للمنصب. وبعدها بيجيلها مكالمه من بريندا وبتطلب منها تيجي حالا للشركه قبل ما والدها يغير رايه لانه عايز يعمل اجتماع بينها وبين روخيليو. وفي اللحظه دي بتكتشف خيمينا انها مش تقدر تسيب البيت لان مفيش مربيه تهتم بولادها. فبتعرفها مارتا انها ممكن ترجع جاي لان الاتوبيس بتاعه هيتحرك كمان ساعه. الحقي قرري بقى. وبتتحرك خيمينا بسرعه وبتوصل المحطه وبتلحق جابي في اخر لحظه وبتعرفه انها محتاجه له لان والدها وافق انها تنافس على منصب المدير التنفيذي. وبتاكد له ان ولادها سلوكهم اتغير للاحسن من وقت ظهوره في حياتهم. وفي الوقت ده بنشوف خوليو والد جابي وهو بيكلم روخيليو وبيلومه لانهم حرقوا جزء من مزرعته. فبيهددوا روخيليو انه لو ما سددش ديونه هيحرقوا المزرعه كلها. فبيأكد له خوليو انه مش هيستسلم حتى لو حرقوا المزرعه. وبينهي خوليو المكالمه وبيعرف ارنستو ان خيمينا مستحيل تقدر تدير الشغل زيه. والصبح بنشوف جابي وهو بيفطر مع عيله خيمينا وبتعرفه انه لازم ياخد ليو لدكتور الاسنان عشان سنته اتلخلخت ولازم يخلعها. فبيعرفها انه ممكن يربط طرف السنه في خيط ويربطه في الباب ويخلع له في البيت.
البيت، فبتطلب منه يوفر افكاره دي ويودي الواد للدكتور. وبتوصل خيمينا للشركه وبتقابل والدها وروخيليو اللي بيبقى متعمد يسخر منها لانها اتاخرت 5 دقايق، وبيديها ورق كتير في ملفات تخص مزرعه كامينوس وبيطلب منها تدرس الورق ده. ولما بيحاول يساعدها في شيل صندوق الورق بترفض عشان تثبت له انها قادره تعتمد على نفسها. وبترجع خيمينا البيت ومعاها ملفات مزرعه كامينوس، وبتدخل وبتسال جابي عن زيارته مع ليو لدكتور الاسنان، فبيعرفها جابي انهم ما راحوش لدكتور الاسنان وانه قدر يقنع ليو ويهديه شويه. فبتتضايق خيمينا وبتحس بالضغط لان والدها هيجي يتعشى معاهم وهي مش عارفه ازاي هتقدر تخلص شغلها وتهتم بالاولاد، وكمان تطبخ لان والدها هيعرف لو جابت اكل من بره وهيتهمها انها مش عارفه توفق بين الشغل والبيت. فبيحاول جابي يطمنها وبيعرفها انه مستعد يساعدها في المطبخ. وفي الوقت ده بيدخل ليو عشان يقرا الجواب اللي هيبعته لجنيه الاسنان، ولما بتستغرب خيمينا الموقف بيعرفها جابي انه قدر يقنع ليو انهم مش لازم يروحوا لدكتور السنان لان جنيه الاسنان هتيجي تاخد سنته وهتديله فلوس كتير في المستقبل مقابل كل سنه هتاخدها. وبتستقبل خيمينا والدها وهي متوتره وبتحاول على قد ما تقدر ما تعرفوش بوجود جابي. وبيكمل جابي وصفه اللازانيا اللي بيعملها وبيديها لخيمينا عشان تقدمها لوالدها على العشاء. وبعد العشاء بتتكلم جابي مع والدها وبتعرفه انه مش من العدل انه يختبرها ويجي بيتها عشان يتاكد انها قادره تهتم بولادها وبيتها مع الشغل، وبتبقى شايفه انه اكيد مش بيعمل اختبارات زي دي لروخيليو في بيته. فبيأكد لها والدها انه فعلا ما بيعملش كده، وبيعترف لها انه دفع فلوس لمارتا عشان تسيبها النهارده وتمشي. ومع ذلك هي قدرت تنجح في الاختبار وعملت طبق لازانيا لذيذ جدا. فبتستغل الفرصه وبتقول له بما انك قلت الحقيقه انا كمان اقول لك الحقيقه، وصفه اللازانيا دي عملها جابي المربي الجديد. وبتنادي على جابي وبتعرفهم على بعض، وبيظهر ان ارنستو مش زعلان لانه فعلا عجبه الاكل. وبعد ما بيخرج جابي بيأكد لها ارنستو ان اعضاء مجلس الاداره مش هيدعموها لو عرفوا انها مشغله راجل في بيتها. فبتطلب منه يديها فرصه عشان تثبت له انها جديره بالمنصب لانها متاكده ان القرار راجع له مش راجع لاعضاء مجلس الاداره. وبعد شويه بتدخل خيمينا المطبخ وبتشكر جابي لان بفضله قدرت تبقى شجاعه وتواجه والدها بالحقيقه، وقرر يخليها تترأس اجتماع مجلس الاداره اللي جاي. وبتاكد له انها لو هتبقى شجاعه لازم تبقى شجاعه في كل حاجه. وبتبدا تقرب منه وبيظهر ان الاعجاب بينهم بيزيد. وفي الوقت ده بيدخل سانتي وصوفيا وبيقول سانتي لجابي ان نصيحته جابت نتيجه وانه لما اتصرف بطبيعته كان شجاع قدر يكسب اعجاب تانية. وبيدخل ليه وبيعرفهم ان الشجاعه جابت نتيجه وقدر يخلع سنته لنفسه. وبيقول لهم انه هيبقى غني جدا من الفلوس اللي هياخدها من جنيه الاسنان. فبتقول له خيمينا احنا ممكن نفتح حساب عشان نحوش فيه الفلوس، لكنه بيقول لها انه هيستثمر الفلوس دي. وبيظهر ان كل عيله خيمينا فرحانين بوجود جابي معاهم. وبعدها بنشوف جابي وهو بيفتش في الملفات الخاصه بمزرعه والده، ولما بيلاقي بين الورق صوره ليه مع والده بيقرر يخفيها عشان خيمينا ما تكتشفش الحقيقه. والصبح بنشوف جابي وهو بيكلم رومينا وبيعرفها ان خيمينا ما تعرفش حاجه عن الحسابات بتاعت مزرعه والده وان روخيليو هو اللي مدبر كل حاجه. وبيبلغها انه لقى صورته في الملفات الخاصه بالمزرعه وقرر ياخدها. وبيأكد لها انه بيفكر يصارح خيمينا بانه شاف الملفات. فبتحذره رومينا وبتأكد له انه لو عمل كده ممكن خيمينا تطرده. وفي الوقت ده بتخرج خيمينا وبتسلم على اولادها بسرعه قبل ما تروح الشغل. فبتسالها صوفيا عن خططها لعيد الحب، فبتعرفها خيمينا انها ما عندهاش خطط غير انها تحتفل معاهم. وبتخرج وبيجي لها اشعار من تطبيق مواعده فيه صوره لجابي، فبتتفاعل على الصوره غصب عنها. وبيوصل الاشعار لجابي وبيظهر انه فرحان جدا. وبتوصل خيمينا الشركه وبتبدا تتكلم في اجتماع مجلس الاداره، فبيجي لها اشعار تاني من التطبيق فبتحس باحراج وبتقول لهم ان واضح ان موبايلي عليه فيروس ولا حاجه. لكن روخيليو بيبقى قاصد يحرجها وبيعرفهم ان دي اشعارات من تطبيق مواعده. وبعد الاجتماع بيقترح ارنستو على خيمينا انها تخرج تتعشى مع القاضي جريرو وبينصحها تتكلم معاه في قضيه مزرعه كامونس، وبيبقى شايف ان دي فرصه كويسه ليها بدل ما تستخدم تطبيقات المواعده. وبعدها بنشوف خيمينا وهي مع بريندا وبتعرفها انها محرجه جدا لانها اتفعلت على صوره جابي من غير ما تقصد وبتبقى عايزه تلاقي طريقه تحذف بيها الاشعار. فبتعرفها بريندا ان الطريقه الوحيده هي انها تحاول تسرق تليفون جابي وتحذف منه الاشعار هي. وبترجع خيمينا البيت وبتسال عن جابي، فبتعرفها مارتا انه بياخد دش. فبتدخل الحمام وبتحاول تسرق تليفونه لكن بتفشل. وبتخرج تكلم بريندا وبتعرفها اللي حصل وبتبقى حاسه بالاحراج اكتر لانها المفروض تقول له انها خارجه تتعشى مع جريرو. فبتقترح عليها بريندا انها تبطل تفكير وتبدا تجهز للخروجه يمكن تقدر تلفت نظر جابي ويعترف لها ان هو كمان معجب بيها. فبتاكد لها خيمينا انها مش عايزه ده يحصل لانه المربي بتاع اولادها. وبعدها بتنزل خيمينا وهي لابسه فستان شيك جدا وبيظهر ان جابي معجب بيها وبيحاول يكلمها. فبتتكلم في نفس الوقت وبتعرفه انها خارجه في ديت وممكن تتاخر، وبتطلب منه يهتم بليو ولو حصل اي امر طارئ يكلمها. وبتساله هو كان عايز يقول لها ايه، فبيتوتر وبيعرفها ان الموضوع مش مهم. فبتخرج وبتنصحه انه لو عايز يعزم البنت اللي بيحبها في مكان رومانسي ممكن يعزمها في المطعم اللي رايحه له. وبعدها بتتفاجئ بوجود جابي، فبتعرف جريرو انها تدخل الحمام عشان تعرف تتكلم مع جابي وبتساله عن سبب وجوده. فبيعرفها انه عمل بنصيحتها وعزم بنت بس للاسف مش تقدر تيجي عشان جدتها تعبانه. فبتقول له عذر اقبح من ذنب وبتلوم لانه ساب ليه لوحده. فبيعرفها
فبيعرفها ان مارتا وعدته انها تهتم بليو، فبتطلب منه يرجع البيت بسرعه، وفي اخر لحظه بتتراجع وبتعرفه انها محتاجه منه خدمه. وبترجع خيمينا لترابيزه جريرو وبتحاول تتكلم معاه في الشغل، فبيحاول يقرب لها وبيقترح عليها انها تكمل سهرتها معاه، فبتتضايق وبتبعد عنه. وفي الوقت ده بيوصل جابي وبيتظاهر انه حبيبها وبيقدر يساعدها تنسحب من القعده مع جريرو السخيف. وبتتكلم خيمينا مع بريندا وبتطلب منها تراجع كل الوثائق الخاصه بمزرعه كامونوس لانها شاكه ان روخيليو متفق مع جريرو عشان يحط ايده على المزرعه. وفي الوقت ده بنشوف صوفيا وهي في حفله عيد الحب في المدرسه، وبنعرف انها قدرت تجمع كل الورد اللي كانت هتبيعه تانيا وزميلاتها لاصحابهم المرتبطين في عيد الحب. وبتتكلم صوفيا وبتعرفهم ان الورد مش شرط يكون هديه بين اتنين بيحبوا بعض، وعشان كده هي قررت تهدي اول ورده لزميلها ابل لانه ساعدها في خطتها. وبيدخل سانتي وبيقدم ورده لصوفيا وبيعرفها انه جابها لها لانه عارف انها بتحب الورد وبيبقى شايفها احسن اخت في الدنيا. وبتروح صوفيا وبتهدي ورده لتانيا وبتعرفها ان الورده دي بعتها لها سانتي لانه لسه بيدور لها على هديه مناسبه. وبعدها بنشوف سانتي وهو بيقدم محاره لتانيا وبيعرفها انه من امبارح بيفكر في هديه مناسبه ليها، وقرر يجيب لها المحاره عشان تسمع صوت البحر في اي مكان تروحه لانه عارف انها بتحب البحر. فبتشكره تانيا وبيظهر انها فرحانه بالهديه جدا. وبالليل بنشوف جابي وهو بيكلم رومينا وبيأكد لها ان خيمينا ما تعرفش حاجه عن حسابات المزرعه، وبيبقى عايز يقول لها الحقيقه ويطلب منها تساعده. فبتنصحه رومينا انه لو معجب بيها يحاول يرتبط بيها، وبتحذره انه يعرفها سبب وجوده في بيتها. وبعدها بيجي اشعار من تطبيق المواعده لجابي عشان يسجل اعجابه بخيمينا في خلال 30 ثانيه لان دي فرصته الاخيره قبل ما الاشعار اللي هي بعتته ينتهي. فبيقرر جابي انه يعمل لها لاف وبيروح ينام وبيظهر يفكر فيها في نفس الوقت اللي هي كمان بتفكر فيه. والصبح بنشوف خيمينا وهي بتتكلم مع بريندا وبتسالها هتعمل ايه في اشعار الاعجاب اللي جالها من جابي. فبتنصحها بريندا تتعامل عادي وتدي فرصه لنفسها لانها مش هتكمل عمرها وحيده. وفي الوقت ده بيرن الجرس وبتتفاجئ خيمينا لما بتشوف واكين يستخدم المفتاح ودخل، وبتساله عن سبب وجوده. فبيقول لها انا انفصلت عن حبيبتي ودلوقتي بقيت عجوز ووحيد ومحتاج ان ابقى وسط ولادي، ورحت لطبيب نفسي ونصحني افكر في نفسي شويه. لكنها بتقول له انت هتشتغلني؟ انت اخر مره رحت لدكتور نفسي كان عشان يساعدك تتقبل ان عيد ميلاد ليو في نفس توقيت نهائي دوري الابطال. وبتقوله يا ريت تشرب القهوه وتتفضل تمشي لاني هروح الشغل. وفي الوقت ده بيخرج جابي بهدوم النوم وبتظهر الغيره على واكين، فبتعرفوا خيمينا انه المربي بتاع الاولاد. وبعدها بيدخل ولادهم وبيسلموا على واكين وبيستغل الفرصه عشان يطلب من خيمينا تخليه يفضل عايش معاهم لحد ما يلاقي بيت مناسب ليه. وبتتدخل صوفيا وبتطلب من والدتها تسمح لوالدها انه يفضل عايش معاهم فتره. وبعد شويه بتوصل بريندا لبيت خيمينا وبتتفاجئ لما بتشوف الجزمه بتاعت واكين وبتسال جابي عنه. فبيعرفها انه في المكتب مع خيمينا وبيبقى مش فاهم هي اتضايقت ليه. فبتعرفوا ان واكين وخيمينا علاقتهم توكسيك وانه مهما بعد عنها بيرجع وبيحاول يستملها وبتوافق ترجع له. فبيسالها عن سبب انفصالهم، فبتعرفوا انه بينفصل عنها لانها بتحب شغلها وهو عايزها تهتم بيه لوحده. فبيسالها جابي هو هيقدر يساعدها ازاي، فبتعرفوا انه لازم يحاول ما يخليش واكين يقرب من خيمينا مهما حصل. فبيقول لها علم وينفذ. وبعدها بيخرج واكين وبيشوف ليو وهو بيلعب مع جابي، فبيحس بالغيره وبيقترح على ليو انه يروح معاه المول وبيوعده انه هيخليه يلعب براحته هناك. فبيعرفوا ليو انه موافق بس بشرط ان جابي يبقى معاه. فبيتضايق واكين وبيبعت رساله لخيمينا وبيعرفها ان المربي اللي هي مشغلاه سخيف. وفي نفس الوقت بيسجل لها جابي رساله وبيعرفها انه لازم يبقى مع ليو لانه مسؤول عنه. فبتبعت لهم خيمينا رساله وبتعرفهم انها موافقه ان ليو يروح مع واكين بس لازم جابي يبقى معاهم، وبتعرفهم ان ما عندهاش وقت اللي هم بيعملوه. وبيوصل واكين وجابي للمول وبيبداوا يلعبوا ضد بعض وكانهم في تحدي. ولما بيلاحظ ليو انشغالهم عنه بيقرر يسيبهم ويهرب. وفي الوقت ده بتبقى خيمينا في اجتماع وبيجي لها مكالمه من الشرطه ان سانتي وصوفيا عملوا حادثه بالعربيه. فبتكلم واكين عشان يروح يستلم الاولاد، ولما ما بيردش لانه خاف يعرفها ان ليو تاه منهم بتكلم جابي. فبيرد عليها وبيعرفها الحقيقه. وفي الوقت ده بيوصل ليو فبيطمنها جابي انهم لقوه. فبتنفعل عليه وبتعرفه انها تروح تجيب سانتي وصوفيا بنفسها. وبعدها بنشوف واكين وجابي وهما بيعتذروا ليو. فبيأكد ليو لوالده انه حاسس انه مش عارف يتعامل معاه لانه مش زي سانتي وصوفيا. فبينصحوا جابي انه يحاول يقرب من والده وبيقترح عليه واكين انهم يقربوا من بعض ويبقوا صحاب. فبيعرفوا ليه انه موافق بس بشرط ما يتخانقش مع جابي كل شويه. وبيرجعوا البيت وبتوقفهم خيمينا في صف وبتلوم جابي وواكين لانهم اهملوا ليو وكان ممكن يضيع بسببهم، وبتلوم سانتي لانه خد عربيه جده من وراها وعمل بيها حادثه وبتقرر تعاقبه. وبتعرفهم انها زعلانه منهم جدا لانهم متسبب انه روخيليو يقدم عرض صفقه مهمه في الشغل بدلها. وتاني يوم بنشوف بريندا وهي بتسال جابي عن خطتهم، فبيعرفها ان الخطه غالبا فشلت لان واكين اختفى فجاه بالليل. فبتعرفه ان في طريقه
بطريقه واحده ممكن يعرفوا بيها مكانه، وبيدوروا على جزمته لحد ما بيلاقوها بره غرفه نوم خمينه، فبيتاكدوا انه اقنعها ترجع له مره تانية. وبعد شويه بتيجي مكالمات لايجابي من والده، وبيعرفوا ان الحيوانات اللي في المزرعه ماتت، وغالبا ده حصل بسبب تسمم، وبيبقى شاكك ان شركه ليموس هم السبب لانهم عارفين انهم مش هيقدروا ياخدوا منهم المزرعه. فبيأكد له جابي انهم مستحيل يفكروا بالطريقه الشريره دي، فبيتضايق والده، بيعرفوا انه امر المزرعه خلاص ما بقاش يخصه، وبينهي المكالمه. وبعدها بنشوف خمينه وهي بتطلب من واكين يخرج بسرعه قبل ما حد من ولادهم يلاحظ وجوده في غرفتها، فبيعرفها انه شايف ان دي فرصه مناسبه عشان يبلغوا الاولاد بخبر رجوعهم لبعض. فبتتضايقوا وبتعرفوا ان اللي حصل بينهم مجرد علاقه عابره ومش مفروض حد يعرف، فبيوعدها ان حياتهم هتتغير وبيطلب منها تثق فيه. وبيخرج واكين من غرفه خمينه هو بيتسحب، ولما بيشوفوا جابي بيبقى متعمد يغيظه. وبعدها بتوصل بريندا وبتعرف خمينه ان كل المزارع اللي حجزوا عليها قبل كده ما اتباعتش في مزادات علنيه، واتنقلت ملكيتها لروخيليو، وقدر يعمل ثروه كبيره من ورا الشغل في الشركه. وبتاكد لها انه بيدبر نفس الحيله عشان ياخد مزرعه كامينوس، وبتعرفها انهم لازم يلاقوا طريقه عشان يدخلوا بيها المكتب روخيليو، مع ان ده مستحيل لانه مش بيسيب مكتبه ابدا. فبيتدخل جابي وبيعرفهم ان ليو ممكن يعمل الحيل السحريه اللي بيتدرب عليها ويشتت انتباه روخيليو، وبيعرض عليهم انه يساعدهم. فبتعجبهم الفكره، وبتبدا خمينه تشرح لهم خطه ذكيه عشان يخرجوا روخيليو من مكتبه، وبتعرفهم ان نقطه ضعفه هي الدوناتس، فلو قدروا يشتروا دوناتس من المكان اللي بيحبه هيخرج من مكتبه وهو بيلهث ورا الريحه زي الكلب. ووقتها تروح بريندا وتاخد مفاتيح المكتب من الفراش، ويستغل جاب الفرصه عشان يلفت نظر الموظفين اللي في الشركه هو وليو. وبتبدا خمينه في تنفيذ خطتها، ولكن للاسف بتفشل لان بريندا مش بتقدر تفتح مكتب روخيليو. وفي الوقت ده بيبعت لهم جاب رساله وبيعرفهم انه فشل هو وليو في تشتيت انتباه روخيليو. وبتدخل خمينه الحمام عشان تفكر في خطه بديله، وبتلاحظ بريندا انها متغيره، وبتفهم انها بتفكر ترجع لواكين، فبتنصحها تختبره عشان تتاكد لو كان شجاع ولا جبان. فبتوافق وبتبعت له رساله وبتقترح عليه انهم يخرجوا مع بعض. فبيقولها فكره عظيمه، بس للاسف مش هينفع نخرج مع بعض عشان النهارده نهائي دوري الابطال. فبتقول خمينه لبريندا انه فشل في اول اختبار، فبتقولها بريندا ان لسه قدامها اختبارين عشان تتاكد. وبعدها بتقرر خمينه تعمل اختبار تاني لواكين، وبتطلب من بريندا وجابي انهم يجهزوا لحفله عيد ميلاد روخيليو عشان يشتتوا انتباهه ويقدروا يدخلوا المكتب. وبتظهر خمينيا وهي قاعده في كافيه ولابسه زي عروسه البحر، وبتكون اقنعت واكين انهم هيروحوا مع بعض حفله تنكريه عشان تعرف لو كان هيبقى جريء ويجي في زي قرصان ولا لا. وبتتفاجئ انه جاي بلبس تقليدي جدا، وبيعرفها انه متنكر في زي قرصان مودرن ولابس اسنان فضه. فبتتخانق معاه وبتعرفه انها اتحملت تريقه الناس عليها طول الطريق، وهو رفض يلبس زي قرصان عشان خاف على شكله، وبتسيبه وبتمشي. عندها حق فعلا، يعني ايه ما بيش راضي يلبس زي قرصان؟ دي حاجه بنعملها كل يوم طبعا. وفي الوقت ده بنشوف جابي وهو بينفذ خطتهم لدخول مكتب روخيليو، وبتوصل خمينه وبتلاحظ بريندا ان شكلها متضايق، ولما بتسالها بتعرف انه اكيد فشل في تاني اختبار. وفي اللحظه دي بيطلب ليو من الموظفين انهم يغمضوا عينيهم عشان يعرف يعمل خدعته السحريه، وبيقدر ياخد مفتاح المكتب من جيب روخيليو. وبعدها بيكتشف روخيليو انه ناسي مفتاح مكتبه، فبيطلع عشان يجيبه وبيلاقيه في الباب. ولما بيتاكد ان المكتب ما فيهوش حد بيقفل بالمفتاح وبيمشي. وفي الوقت ده بتكون بريندا هي وجابي مستخبين جوه المكتب، وبترجع خمينيا البيت وبيدخل واكين عشان يصالحها، وبيعمل لها الحيل السحريه اللي دايما بيعملها. فبتفتكر الوقت اللي كانوا فيه علاقتهم كويسه، وكان بيعلم ليو الحيل السحريه بتاعته، وبتكتشف انه لقى السلسله اللي ضايعه منها. فبتفرح جدا وبتطلب منه يلبسها لها، وبيظهر انها بدات تقتنع ترجع له. وبنرجع وبنشوف بريندا وهي نايمه في المكتب، وبيستغل جاب الفرصه وبيكلم رومينا وبيعرفها انه شاف في مكتب روخيليو صوره ليه مع دييجو عمده المدينه اللي فيها مزرعتهم. فبتعرفوا رومينا ان العمده ده اكبر عدو لوالده، وبتنصحه ما ينساش انه دخل وسط عيله ليموس عشان ينقذ مزرعه والده. وبعدها بيلاحظ جابي ان واكين وارنستو بيتفقوا انهم يروحوا النادي زي ما كانوا متعودين كل يوم سبت، وبيكلموا روخيليو وبيعرضوا عليه انه يبقى معاهم. فبيعرفهم انه ما عندوش شريك عشان يلعب معاه جولف. فبيتدخل جابي وبيعرفه انه مستعد يبقى في فريقه، وبيحس ان دي فرصه مناسبه عشان يتكلم مع روخيليو. فبيستغرب روخيليو انه بيشتغل مربي اطفال وكاوبوي وكمان بيعرف يلعب جولف. وبعدها بيسمع جابي كلام واكين مع سانتي اللي بيبقى عايزه يلعب النهارده ماتش كوره معاهم عشان يحافظ على تقاليد العيله. فبيقول له سانتي انه ما بيحبش يلعب كوره ولا بيحب مركز حارس المرمى اللي متعودين يلعبوه فيه، وبتقول له صوفيا انها مستعده هي تبقى حارسه المرمى. فبيتجاهل واكين كلامها وبيبقى شايف ان سانتي هو اللي لازم يشارك. فبيتدخل جابي وبيحاول يدعم صوفيا، وبيأكد لهم انه لما كان بيدخل تحدي مع عيلته ضد اي عيله تانية اخواته البنات هم اللي كانوا بيكسبوا التحدي. وبعد شويه بيوصل جابي مع عيله لومس للنادي وبيروح عشان يلعب جولف معاهم، وبيلاحظوا انه بيلعب بطريقه المحترفين. فبيأكد لهم ان ده حظ المبتدئين، وبيستغل الفرصه عشان يتكلم مع روخيليو وبيساله عن دييجو. فبيتذكر روخيليو عليه وبيعرفوا انهم بيلعبوا جولف مع بعض من وقت للتاني. وبيكمل جابي لعب مع روخيليو، وبنشوف ارنستو وهو بيقول لواكين
انه سعيد لان بنته رجعت لعقلها ورجعوا لبعض تاني لانه بيعتبره زي ابنه. وفي الوقت ده بتيجي مكالمه لجابي، فبيتضايق وكانوا بيعرفوا ان ده ضد قوانين اللعبه، فبيعتذر لهم وبيبعد عشان يرد على تليفونه. وبتكلمه رومينا وبتعرفه انها جالها خبر مهم، وهو ان دييجو استقال من منصب العمده عشان يرشح نفسه لرئاسه حزب سياسي. وبتعرفه انها شاكه انه بيخطط لحاجه كبيره مع روخيليو، وبتنصحه ياخد باله ويحاول يوصل لاي معلومه تفيدهم. وبالليل بتدخل خمينه عشان تساعد جابي في الغسيل، فبيعرفها انهم بقالهم فتره ما تشاركوش في الغسيل، فبتقول له ده حصل من وقت رجوع واكين. وبتعرفه انها كانت مش سعيده في النادي لانها اتاكدت ان واكين بيفضل قعدات النميمه والكلام عن الاهتمام باولاده وان عمره ما هيتغير. فبيعرفها جابي انها لازم تبقى سعيده باولادها، فبتاكد له ان الفضل يرجع له لانهم فعلا اتغيروا لما دخل حياتهم. وبتقوله انها سعيده بيهم جدا لانهم استغلوا الفرصه اللي جات لهم. وصوفيا حققت حلمها ولعبت كوره وكانت مميزه، وسانتي اللي قرر يعزف مع الفرقه اللي بيحبها. وبتعرفه انها حاسه بالغيره وشايفه كل الناس مساراتهم بتتغير ما عدا هي لسه واقفه مكانها، وبتتمنى لو عندها الشجاعه زي ولادها عشان تتغلب على خوفها وقلقها. فبتاكد لها جابي انها لسه عندها فرصه. وبتخرج خمينه وبتشوف واكين وهو قاعد بيتابع اعاده ماتش دوري الابطال باهتمام، فبتقرر تكلمه باللغه اللي بيفهمها وبتقول له احنا ادينا علاقتنا اكسترا تايم كتير، بس انا مش مستعد اوصل معاك مره تانية لضربات الجزاء، ومعترف انك قدرت تسجل اهداف كتير فيا بس للاسف كل اهدافك كانت اوفسايد. فبينتبه واكين هنا بقى وبيسالها عايزه تقول ايه، فبتعرفه انها خلاص قررت تنفصل عنه بشكل نهائي ومش هتتراجع عن قرار الطلاق. فبيقول لها انت كده بتديني كارت احمر، فبتقول له ايوه وطرد مباشر كمان. كوميديا فظيعه. وبعد فتره بنشوف خيمينيا وهي رايحه الشركه مع بريندا وبتحكي لها انها متضايقه وحاسه انها متراقبه لان والدها بيروح لها البيت كل يوم، وكمان صوفيا زعلانه منها بسبب قرار انفصال عن واكين. وبتلاحظ خيمينيا ان بريندا مش مركزه معاها وبتتفرج على صور جابي، فبتتضايق اكتر وبيظهر انها غيرانه عليه. وبعدها بنشوف جابي وهو بيوري ايصال سداد قسط قرض من ديون والده لخيمينة، وبيسالها لو ان الايصال ده صدر من شركتها، فبتساله هو جابه منين، فبيخبي عليها ان والده هو اللي بعته له، وبيعرفها انه لقاه بالصدفه واقع من الملفات اللي كانت معاه وصوره، فبتطلب منه يبعت لها الصوره. وبتتفاجئ ان بريندا بعتاله وبتتفق معاه على خروجه، فبيظهر انها متضايقه لما بتعرف انه خارج مع بريندا في ديت وبتحاول تخبي غيرتها. وتاني يوم بتكتشف خيمينة ان رقم الحساب اللي على ايصال السداد مش مطابق لرقم الحساب اللي في العقود، فبتطلب من بريندا انها تساعدها في الموضوع ده، وبتبقى قصدها تعطلها عن ميعادها مع جابي. وبعد شويه بتخرج خيمينيا وبتعرفها بريندا ان رقم الحساب فعلا مش من ضمن ارقام حسابات الشركه، فبتطلب منها تهتم بالموضوع وتوصل للحقيقه. فبتعرفها بريندا انها اتصلت بجابي وزعل لانها فوتت ميعادها معاه، فبتتوتر خيمينيا وبتفهم ان بريندا كشفت خطتها، فبتعتذر لها وبتمشي بسرعه. وبتوصل البيت وبتسلم على فيكتوريا والدتها اللي بتبقى سعيده بخبر انفصالها عن واكين، وبيظهر انها معجبه بجابي لانه خبير في الحيوانات. فبيتدخل جابي وبيعرفها ان بريندا اتاخرت عن ميعادها معاه، وبيقرب منها وبيسالها لو ان الايصال فادها في حاجه، فبتعرفوا انهم اكتشفوا ان المزارعين بيبعتوا اقساط القروض على رقم حساب مش موجود في الشركه، وبتحاول توصل لصاحب الحساب ده. وفي الوقت ده بتدخل مارتا ومعاها هديه لجابي وبيفتحها، وبيعرفوا من الهديه من بريندا وبتعزمه انه يتغدى معاها في اجازه نهايه الاسبوع. فبتتضايق خيمينيا وبتعرفه انه لازم يبقى في البيت في اجازه نهايه الاسبوع لان عندها شغل كتير ولازم يفضل موجود عشان يهتم بليو، لكن فيكتوريا بتتدخل وبتعرفها ان هي اللي هتهتم بليو. شوف بقى حجه تانية. وفي يوم الاجازه بتقرر خيمينيا تروح لبيت بريندا وبتطلع شجره عشان تراقب اللي بيحصل بينها وبين جابي، وفي اللحظه دي بتحس انها تقع فبتطلب منه يساعدها، وبينزل جابي بسرعه وبيطلب منها تثق فيه وتسيب ايديها، فبتسيب ايديها وبتقع على ايده، وبيظهر ان اعجابها بيه بيزيد، وبتحاول تبرر لبريندا وجودها، وبتعرفها انها اكتشفت ان رقم الحساب لشركه مجهوله، لكن بريندا بتتضايق وبتقول لها ان عندنا الاسبوع كله ونناقش فيه امور الشغل. ولما بتخرج بيعتذر جابي لبريندا وبيعرفها ان هو كمان لازم يمشي، وبيوصل جابي مع خيمينيا للبيت وبيبقى مهتم يعرف رقم الحساب اللي المزارعين بيبعتوا الاقساط عليه يبقى بتاع مين، فبتعرفه انها طلبت من موظفين الشركه يوصلوا لحقيقه الموضوع، وبيظهر انها متضايقه بسبب علاقته ببريندا، وبيبقى واضح ان جابي مهتم اكتر بامور الشغل. وتاني يوم بيدخل جابي وبياكد لخيمينيا انه لو كان يعرف ان خروجه مع بريندا هيضايقها ما كانش عمل كده. وبعدها بنشوف جابي هو بيقابل رومانيا وبيبلغها بالجديد، فبتطلب منه يكلم والده ويعرفه الحقيقه، فبيأكد لها انه مش هيقدر يعمل كده غير لما يوصل للحياه الكامله. وبيدخل وبيتفاجئ انها مجمعه صور ليه مع خيمينيا وبتتمنى انهم يرتبطوا، فبيعرفها ان ده مستحيل يحصل لانها اصلا متضايقه منه بعد ما قابل بريندا، وكمان متاكد انها لما هتكتشف الحقيقه هتكرهه. فبتاكد له رومينا انها عارفه انهم معجبين ببعض، وكمان شافت رؤيه معناها ان ارتباطهم مش هيجيب لهم غير السعاده، فبيطلب منها ما تورطوش في مشاكل، فبتاكد له ان القدر مستحيل حد يعرف يهرب منه. وبيرجع جاب البيت خيمينيا وبيبدا يستعد عشان يسافر مدينته ويقضي مع اهله اجازه نهايه الاسبوع، وبيشوف خيمينيا وهي بتحاول تصلح لمبه بايظه، فبيطلب منها تسيب المهمه دي لحد ما يرجع من السفر، فبتعرفه انها
هتقدر تتصرف. ولما بيخرج بيسمع صوتها بتصرخ فبيدخل بسرعه عشان يساعدها. وفي الوقت ده بنشوف ولاد خيمينة وما في بيت واكين عشان يقضوا الاجازه معاه هو وميتش حبيبته. وبنرجع وبنشوف خيمينيا اللي بتبقى رجلها اتكسرت بسبب الواقعه، وبتكلم بريندا وبتطلب منها تجيلها عشان رجلها اتكسرت، فبتعتذر لها وبتعرفها انها مش هتقدر تقطع اجازتها. فبتضطر خيمينيا تطلب من جابي انه يفضل معاها، فبيوافق على طول وبيظهر انه بيهتم بيها جدا وبيراعيها طول اليوم. وتاني يوم بيظهر الاحباط على خيمينيا لما والدها بيضغط عليها وبيطلب منها تخلص كتابه الخطاب اللي هتقوله في احتفال الشركه السنوي، وبتنهار بسبب احساسها بالضغط. وبيدخل جابي عشان يساعدها فبتنفعل عليه وبتبقى حاسه ان محدش من اللي حواليها بيثق فيها. وبعدها بيقرر جابي يساعد خيمينيا ويوصلها لمقر الشركه عشان تقول الخطاب بتاعها، وبيظهر انها فرحانه جدا بدعمه ليها. وبعد ما بتخلص بيساعدها وبينزلها من على المنصه وبيروح معاها البيت، وبيظهر ان علاقتهم بتتطور وبيقربوا من بعض اكتر. وتاني يوم بتيجي مكالمه لجابي من والده وبيعرفوا ان المزارعين بيفكروا يتراجعوا ويقبلوا حل التسويه اللي طرحه دييجو، لكن هو رافض ومصمم ياخد حقه، وبيطلب منه ياخد اجازه عشان يحضر معاه مهرجان المواشي. فبيعتذر له جابي وبيعرفه انه عنده شغل كتير ومش هيقدر ياخد اجازه. وبعد شويه بتدخل خيمينيا وبيبقى واضح عليها السعاده والتغيير، ولما بيسالها سانتي بتعرفوا انها نامت كويس. وبيجي لها رساله من مدرسه ليو وبيبلغوها انهم هيروحوا رحله لمعرض المواشي. فبيتوتر جابي وبيحاول يتهرب، لكن خيمينيا بتبقى مصره انه يروح مع ليو لان دي اول مره يحضر فيها المهرجان. وبيوصل جابي مع ليو وزمايله للمعرض وبيشوف والده، فبيحاول يتهرب ويختفي عشان ما يلاحظش وجوده ويعرف طبيعه شغله. وبعد شويه بيلاحظ جابي وجود دييجو ورخيليو، وفي الوقت ده بتوصل خيمينيا فبيعرفها انه متاكد ان الملفات اللي مع رخيليو تخص مزرعه كامينس، فبتقترح عليه خيمينا انه يشتت انتباههم لحد ما تصور الملفات. وبتخرج من المهرجان عشان تروح الشركه، ولما بتخرج بتسمع الاذاعه الداخليه في المهرجان بيذيعوا خبر ولاده معزه من مزرعه كامينس، فبتقرر ترجع عشان تتكلم مع مالك المزرعه. وفي الوقت ده بيقرر جابي يروح لوالده عشان يساعده في ولاده المعزه. وبتدخل خيمينيا وبتسمع خوليو وهو بيقول لصديقه ان ابنه جابي هو اللي ساعد المعزه في الولاده، فبتتصدم وبتساله جابي بابنك، فبيقولها اه. وبتوصل خيمينيا للشركه وبتقابلها بريندا وبتعرفها ان الحساب المجهول اللي بيبعت المزارعين عليه اقساط القروض حساب الشركه بيملكها رخيليو ودييجو. ولما بتلاحظ انها مصدومه بتسال عن السبب، فبتعرفها خيمينيا انها اكتشفت ان جابي ابن صاحب مزرعه كامينوس وبتبقى شاكه انه قرب منها وهو عارف يمين، فبتنصحها بريندا تسمع منه لان اكيد عنده اسباب منطقيه. وبالليل بيبعت جابي رساله لخيمينيا وبيعرفها انه عايز يتكلم معاها، فبتعرفه انها حاسه بصداع ومش فايقه له دلوقتي. والصبح بنشوف خيمينيا وهي بتكلم بريندا وبتبقى منهاره لانها اكتشفت ان جابي كان عارفها كويس قبل ما يتقدم للوظيفه ورسم خطه ذكيه عشان يقرب منها ويعرف معلومات عن الشركه. وبتبقى متضايقه انها وثقت فيه وسابت له ولادها واتوهمت ان حياتها بتتغير بسبب تاثيره الايجابي عليها. فبتعرفها بريندا ان احساسها بالخيانه ده سببه حبه ليها، فبتاكد لها انها مش عارفه تتاكد من مشاعره تجاهها وحاسه انه بيخدعها عشان يسحب منها معلومات، وعشان كده قررت تطرده. وبعدها بتوصل خيمينا للشركه يوقف مصادره مزرعه كامينس لانها اكتشفت ان المزارعين بيبعتوا اقساط القرض على شركه بيملكها رخيليو. فبيعرفها والدها انها ما ينفعش تتهم ابن عمها من غير دليل، فبتترجاه يوقف المصادره يومين وهي تجيب له الدليل. وبتوصل خيمينيا للمدينه اللي فيها مزرعه كامينس وبتحاول توصل لمقر الشركه اللي مؤسسها رخيليو، وبتكتشف انها شركه وهميه ومقرها مكتب مهجور محدش دخله من سنين. فبتقرر تروح تقابل رخيليو وبتعرفه ان دييجو عمده المدينه هو اللي نصب عليهم وعمل شركه عشان يحولوا عليها فلوسهم وخدعهم بمساعده رخيليو. وبيسالها خوليو لو ان الايصال اللي بعته لجابي وصلهم وعشان كده قدروا يوصلوا للحقيقه، فبتعرفوا بريندا ان الايصال وصلهم فعلا. فبيتاكد خوليو انه كان ظالم جابي لما اتهموا انه مش مهتم بامر المزرعه بعد ما طرده. وبيعرفهم ان كل اهل المدينه كانوا زعلانين لما جابي مشي لانه كان بيهتم بكل اطفالهم. وبتساله خيمينيا هو طرده ليه، فبيعرفها انه كان بيحاول يستخدم طريقه جديده في تغذيه المواشي وفشل، والمواشي انتاجها قل في اكتر وقت كانوا محتاجين فيه للفلوس. وبتساله بريندا عن مكان ابنه، فبيقول لها انه اتخرج من الجامعه ودلوقتي بيشتغل في مكان محدش يعرفه بس واضح انه سعيد. وفي اخر اليوم بتوصل اخت جابي وبتعرف خيمينيا ان الطريق مقفول بسبب حادثه، وبيقترح عليهم خوليو يباتوا عندهم ويمشوا الصبح. وبالليل بتدخل خيمينيا لغرفه جابي عشان تعرفوا اكتر، وبتكتشف انه كان طفل متفوق وبيحلم يغير العالم. والصبح بيتفاجئ خوليو ان الشرطه جايه تنفذ امر مصادره المزرعه، فبينفعل على خيمينيا وبيبقى شاكك انها السبب وقدرت تخدعه. فبتاكد له خيمينيا انها هتحاول تصلح كل اللي حصل وترجع له المزرعه. وبعدها بتيجي مكالمه لجابي من اخته وبتعرفه ان والده تعبان جدا ولازم يجي بسرعه، وبتبلغه ان خيمينيا كانت عندهم وبعدها الشرطه وصلت عشان تصادر المزرعه. وبتوصل خيمينيا للشركه وبتلوم والدها لانه وعدها ياجل امر المصادره لحد ما تكشف له الحقيقه، فبياكد لها انه ملوش اي علاقه بقرار المصادره اللي بيتنفذ ده. فبتفهم ان رخيليو هو السبب، وبتبلغ والدها ان رخيليو عمل شركه وهميه مع دييجو ونصب على المزارعين واخد فلوسهم. وبتفهمه انها عارفه انه عايز يبقى نائب في البرلمان بس مش عايزه ده يحصل على حساب المزارعين اللي مالهمش ذنب. فبيعرفها ارنستو انه عينها مديره تنفيذيه للشركه وبياكد
وبيأكد لها انه فخور بيها جدا. وبترجع خيمينيا للبيت وبتقابل جابي اللي بيبقى مجهز شنطه عشان يسافر، وبيلومها لانها خدعت والده ووعدته بامل كداب، فبتتضايق لانه بيلومها مع انه خدعها ودخل بيتها عشان ياخد منها معلومات عن الشركه. فبيأكد لها انه كان بيعمل كده عشان يعرف مين اللي تسبب في ظلم عيلته. فبتساله ليه ما قالهاش الحقيقه، فبيأكد لها انه ما قدرش يقول لها الحقيقه لانه حبها فعلا. فبتعرفه ان هي كمان بتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه لان هي كمان عايزه تغير العالم، لكنه بيقول لها ان الامنيات مش كفايه، وبيعرفها انه مش مفروض يفقد الامل مع انه متاكد ان الامل هو اللي تسبب في دخول والده للمستشفى. وبيوصل جابي للمزرعه وبتقابل اخته وبتعرفه انهم قدروا يستردوا المزرعه بفضل خيمينا. وبيخلص المسلسل ونراكم في مسلسلات قادمه. سلام.